كل سنة وانتم طيبين. ازيكم يا حلوين؟ هنعمل الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك كده لفة من الجلاش متكسرة هقولك تعملي بيها الشكل الحلو ده. اول حاجة جبت هنا هو لفة الجلاش. زي ما انتم شايفين طبعا ورقة بدأت ان انا الف فيها. حطيت الحشوة اللي انت حباها، انا حطيت فيها جوز هند والزبيب ولفتها زي ما انتم شايفين كده هو. طبعا ولا دهنتها اي حاجة ولا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة خالص. هنا دي كده انا عملتها بالكاستر، شايفين بجد شكلها تحفة. بدأت طبعا اعمل، شايفين الورق بتاعها متكسر ازاي. برضو برمتها زي ما انتم شايفين كده اهوت، وبدأت ان انا الفها. انا عملتها كده على شكل وردة. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، وكمان حلوة جدا. لو عندك عزومة هتعمل لك كمية حلوة. بعد كده ما خلصت الكمية هبدأ ادهنها بالسمنة. دهنتها حلو كده سمنة علشان تطلع معاكي طرية وتبقى طعمها حلو. خلصتها كده هوت وحطيتها في الفرن مدة يعني 10 دقايق كده هوت، وخرجتها مباشرة. حطيت عليها العسل وسبتها كده بردت، وقدمتها وبالهنا والشفا والعجب. الفيديو لحد هنا ما تنسيش يعمل لايك واشتراك فضلا ولا سأمر. ما تنسوش تشير الفيديو وتعمل لايكات كتير عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. شايفين بجد طعمها تحفة جدا وشكلها حلو، شايفين الجمال. طبعا اللي عجبه ما ينساش يقول لي ايه رأيه في الشكل الحلو ده. والسلام عليكم.